نهاية الوجود العسكري الفرنسي. تحتفي السلطات في النيجر بطرد آخر جندي فرنسي من البلاد بعد 5 أشهر من الإطاحة بحكم محمد بازوم، لتمهد لفك ارتباطها نهائيا مع باريس في خطوة جديدة لنهاية إفريقيا الفرنسية. حقيقة هذا يعتبر انحسار كبير جدا لفرنسا في مجالها ونفوذها الإفريقي، ولكن بالمقابل هي لديها عملاء في الأحزاب، في الإعلام، في الجمعيات، في مختلف المجالات، وبالتالي هذه واجهة فقط لانحسار فرنسا، ولكن يبقى على الدول الإفريقية القيام بالإصلاحات اللازمة من أجل إرساء نظام حكم يراعي تطلعات الشعوب بعيدا عن الاختراقات الأجنبية السلبية، خاصة من القوى الاستعمارية التي نهبت إفريقيا. تنامي مشاعر الغضب تجاه باريس بالنيجر يدفع فرنسا إلى حتمية غلق سفارتها في نيامي بعد اقتناعها بعدم القدرة على العمل بشكل طبيعي. غلق يرافقه رفض متصاعد للوجود الفرنسي مع مطالب لباريس بمراجعة سياساتها في دول المنطقة. عندما نقول أن فرنسا ذهبت إلى غلق سفارتها، نقول بأن هناك وصلت إلى الحد الذي لا تستطيع أن يكون هناك تفاهم مع هذه السلطة العسكرية الجديدة في نيامي. هناك إصرار إفريقي منطقة الساحل على أنها لا يمكن أن تبقى في المناخ الأول الذي كان يتميز تلك الحظوة التي تتميز بها المصالح الفرنسية على حساب مصالح المنطقة. تتزامن هذه التطورات مع مواصلة الجزائر مساعيها الحثيثة لحل الأزمة في البلد الجار، تقود مبادرة لمرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف تمهيدا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. بعد إلغاء جميع الاتفاقات العسكرية الموقعة مع باريس، تعلن نيامي مغادرة الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين. تضطر فرنسا لغلق سفارتها في النيجر لتتفرغ الجزائر لإنجاح مساعيها الرامية لحلحلة الوضع بالطرق الدبلوماسية السلمية. ياسين لكحل، آرتي، الجزائر.